تفتكر ممكن إيميل واحد يبقى سبب في مبيعات كبيرة لشركتك؟ لا، مش بس ممكن، ده الإيميل ماركتينج بقى من أقوى أدوات البيع والتواصل في العصر الرقمي. وعلشان كده الفيديو ده هيساعدك تكتشف إزاي تستغل الإيميل ماركتينج علشان تكسب عملاء وتحقق مبيعات، وكل ده من غير لا ميزانية ضخمة ولا تعب زايد. ولو دي أول مرة تشوفنا، اشترك في القناة وفعل الجرس، لأنك هتسمع هنا كل كتاب بيتحول لتجربة صوتية مفيدة وممتعة. ولو دي أول خطوة، الإيميل مش مزعج لو استخدمته صح. أول درس نتعلمه إن الإيميل مش وسيلة للسبام، ده وسيلة لبناء علاقة. بس المفتاح هنا كلمة واحدة: opt in، يعني الشخص بنفسه يختار يوصله منه إيميلات. طيب، إزاي تخليه يشترك؟ بسيطة، اديله حاجة قايمة زي تقرير مجاني، كورس صغير من كذا إيميل، خصم أو كود حصري. الناس مش هتشترك إلا لو حست إن اللي هيوصلهم فيه قيمة حقيقية. طيب، بناء العلاقة، الإيميل الأول هو البداية بس. لما حد يشترك لازم تكون أول رسالة منهجية تسلمه اللي وعدته بيه وتفتح باب التواصل. بس بعد كده هنا بقى بيبدأ الشغل الصح. كل رسالة بتبعتها سواء كانت تعليمية أو ترفيهية هي فرصة تبني ثقة معاه. لكن خلي بالك، كل رسالة فيها زر unsubscribe. لو الناس حست إنك بتزن هيخرجوا من قائمتك في ثواني. القيمة أولاً، البيع بعدين. مفيش مانع تبيع، بس خليك ذكي. اشتغل على قاعدة 80-20، يعني 80% محتوى مفيد و20% فقط بيع. عندك طريقتين: تبعت 4 أو 5 رسائل مفيدة، وفي السادسة تعرض منتج أو خدمة. أو تضيف عرض خفيف في آخر كل رسالة، بوست سكريبت كده في الآخر. خليك دايما الإيميل اللي بيتفتح، مش الإيميل اللي بيروح في سلة المهملات. جيد، أوتوميشن يعني مبيعات وانت نايم. في أدوات اسمها أوتو ريسبوندرز، تقدر من خلالها تبني تسلسل إيميلات يتبعت بشكل تلقائي لكل مشترك جديد. وده معناه إنك بتحط الشغل مرة وهو يشتغل لوحده كل مرة حد يشترك. أوتوميشن حقيقي بيوفر وقت، مجهود، وبيخليك تركز على حاجات أكبر في البيزنس. متخيل تبني حملة إيميلات مرة وتفضل تجيب لك مبيعات كل يوم من غير ما تبعت بإيدك؟ ليه معظم الناس مش بتشتري من أول مرة؟ الحقيقة إن حوالي 98% من الناس اللي تزور موقعك مش بيشتروا من أول زيارة، والأسوأ ممكن ما يرجعوش تاني أصلاً. وعلشان كده الإيميلات هي الحل الوحيد تفضل متواصل معاهم وتفكرهم بيك وتبني معاهم ثقة تخليهم يشتروا في الآخر. الإيميل مش بس وسيلة بيع، ده رحلة عميل كاملة ماشية معاه واحدة واحدة. قوانين لازم تعرفها علشان ما تقعش في الغلط. قبل ما تبعت أي إيميل لازم تبقى عارف قوانين كان سبام، اللي بتقول ببساطة إنك لازم تحط اسمك أو اسم شركتك الحقيقي في خانة المرسل. العنوان يكون واضح ومطابق للمحتوى. لازم تحط عنوانك البريدي الحقيقي. تحذر لو في محتوى بلس 18. تبعد عن العناوين المضللة. تضيف لينك واضح لإلغاء الاشتراك. وطبعاً تعتمد دايماً على opt in من الزائر. الالتزام مش بس قانوني، ده بيزود مصداقيتك. الإيميل ماركتينج تساوي استثمار قليل في عائد كبير. الميزة الكبيرة إن التكلفة تكاد تكون صفر، بس النتائج ممكن تبقى بالملايين. من استضافة بسيطة وأداة إيميلات تقدر توصل لآلاف الناس كل يوم. بس المفتاح الحقيقي المحتوى، القيمة اللي بتقدمها، والتوقيت، وأسلوبك في الكتابة. الخاتمة: خليك ذكي في تواصلك. استخدامك للإيميل ماركتينج مش رفاهية، دي أداة لازم تكون أساسية في خطتك التسويقية. ولو عرفت تستخدمها صح، هتتفاجئ قد إيه ممكن تحول الزوار لعملاء، والعملاء لمحبين للبراند بتاعك. ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وتفعل الجرس، لأننا كل أسبوع بنقدم لك خلاصة كتاب جديدة بصوتنا وبطريقتنا. لو حبيت السكريبت، شاركه مع حد عنده بيزنس ومحتاج يسمع الكلام ده. شوفكم في ملخص جديد وسكريبت أمتع. سلام.